خير عليكم. النهارده هنقدم بسكويت. شايفين شكله؟ تقدري الصبح تفطري منه مع كوبايه شاي، نسكافيه، قهوه. انا حاطاه بالليل كده جنب فنجان قهوه. البسكويت ده سهل جدا، ناعم زي الغريبه، يدوب في الايد، سهل عمايله، مش هياخد منك يعني وقت جامد، بالعكس وقت قليل جدا. مكوناته عندك في كل بيت. بصوا طاري ازاي وهش ازاي. البسكويت دوت انا غمقت منه جزء كده زي ما انتم شايفين. بصوا حبيبات النسكافيه باينه منه ازاي. نبتدي بقى نقول المقادير بتاعته، سهله جدا جدا. هنجيب بوله ونحط اقل من نص كوبايه سكر بودره، وهنحط معاها نص كوبايه زبده. لو انت عايزاه ناشف عن ان هو طري زي الغريبه قللي الزبده. نقدر نستخدم دي زبده صيامي، نقدر نستخدم زيت للي مش حابب الزبده الصيامي. نمزج المكونين مع بعض لغاية ما نحس ان الزبدة لونها افتح والسكر داب منها خالص. هفضل اقلب كده بمضرب السلك زي ما انتوا شايفين. هجيب معلقتين نسكافيه صغيرين، هحط عليهم برضو معلقتين مية صغيرين ادوبهم، النسكافيه بيدوب بسرعة، واروح حطاهم على الخليط، وبرضو بمضرب السلك هبتدي اقلبهم على طول زي ما انتوا شايفين. امزجهم كده مع بعض، ما بياخدش وقت ولا محتاج ان هو حتى يتخمر، على طول بتسهليه. بجيب الدقيق، هي كوبايه دقيق واحده عليها ربع معلقه بيكنج باودر، حطهم على نفس الخليط، وعليهم معلقتين صغيرين نسكافيه حب عشان يعزز طعم النسكافيه في البسكوت. هتلميه بايدك سهل جدا، يعني بصوا سهل قوي في لمه، مش بياخد منك وقت. تطلع عجينه صغيره كده اهو زي ما انتوا شايفينها، سهله. بصوا في الايدين ازاي بتتمسك. هجيب برضو حاجات بسيطة عندك في البيت، كيس بلاستيك وافتحيه وحطي الكورة بتاعة العجينة وكيس بلاستيك تاني عليه، ودوسي عليها بايدك كده تتفرد بالراحة بالمنشبة او المردنة اللي بنقول عليها. ونبتدي شوفي الكيسين لزقوا ازاي في العجينة، تقدري تقلبي فيهم سهل. زي ما وصلت للحجم هتشوفوا السمك اللي احنا عايزينه، لا هو تخين قوي ولا رفيع. وبالقطاعة اللي عندك، طب ما عندكيش قطاعة اعمله دوائر صغيرة وقلمه بالشوكة كده. بصوا سهل ازاي. فايدة الكيس انه بيخليكي تعرفي تطلعيه في ايديكي وترصيه في الصينية على طول. طب انا ما عنديش طيب منشبة، زي ما انا وريتكم كده بايديا، انا مسكته وعملته بنفس الخطوات. بعد كده اهو بجيب صينية مدهونة واروح رصاه فيه واحطه في فرن على 180 درجة، مش هياخد اكتر من 10 دقايق. سهل خالص ويطلع معاكي بسرعة. شايفين الجمال؟ يا ريت يعجبكم. كانت معاكم جيهان عادل.